عسلامة ومرحبا بكم إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وعافية. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد باش نعملوا مع بعضنا سيترونات أو ليمونادة تونسية بطريقة بسيطة برشا وسهلة باش نعطيكم جميع الأسرار باش يجيكم العصير متاعكم بنين وخالي من المرارة. تابعوا معايا الفيديو للآخر باش تعرفوا كيفاش طريقة التحضير. وكان عجبكم الفيديو متاعي ما تنسيوش باش تعملوا لي جيم وكومنتير وتفعلوا الجرس باش كي نهبط فيديو جديدة توصلكم نوتيفيكاسيون. وتوا نبداو في طريقة التحضير. عندي لهنا كمية متاع القارص، انتوما راو تختاروا الكمية اللي تحبوا عليها، تنجموا تعملوا حتى ب7 كعبات راو يجيكم ما شاء الله. حطيت عليه الماء سخون وقطرتين متاع جافيل، تنجموا تحطوا خل والا جافيل كيما تحبوا، المهم تغسلوه بالكدا بالكدا. وحاولوا قبل ما تشريوا القارص متاعكم تذوقوا القشرة الصفراء، خاطر ساعات تلقاو قشرة صفراء تكون مرة. احنا هنا القشرة متاعنا رانا مانيش باش نلوحوها، رانا باش نستعملوها. وحاولوا زادا تختاروا نوعية باهية تكون متاع عصير. هذوما شروط 2 لازمهم يكونوا متوفرين باش من بعد يجيكم العصير متاعكم بنين. بعد ما كملت غسلته نشفته وتوا باش نبدا نقص فيه. كي نقصو نحاول نحي القلوب الكل، ما تخليوش حتى قلب، راهي القلوب هي اللي تمرر لنا العصير متاعنا. هاكا توسعوا بالكم تقصوا الكعبة متاعكم على 2 ولا على 4، المهم تثبتوا مليح مليح فاللي ما فماش قلوب. نكمل توا بقية الكعبات الكل بنفس الطريقة، ومن بعد نرجع لكم نكملوا بقية المراحل. وتوا بعد ما قصيت القارص متاعي كيما تراو باش نحطلو هنا إيترا كاملة متاع ماء باش نرحيه الرحية الأولانية. وتوا بعد ما رحيتو باش نصفيه، انا راني القارص متاعي راني ما نغليشو في الماء، خاطر هكاكا راهو يفقد المنافع متاعو ديريكت، راني نمشي نرحيه. توا بعد ما صفيته صفيوه بغربال والا كان عندكم قماش والا صفية كيما تحبوا المتوفر عندكم. وماذا بيكم كي تجيو تصفيوه اعصروه باش العصير الكل اوكا يخرج. من بعد هذايا راني مانيش باش نلوحو، باش نعاود نحطو في الخلاط الكهربائي متاعي وباش نعاود نرحيه الرحية الثانية كالعادة، نحطلو إيترا متاع ماء ونعاود نرحيه. العملية ذي راني باش نعملها 3 مرات، يعني ما تلوحوش الديشي متاعكم، ديما حاولوا معناها تستغلوه. كمل توا بقية المراحل الكل بنفس الطريقة ومن بعد نرجع لكم. وهذيا توا العصير متاعي بعد ما رحيتو 3 مرات ما شاء الله ما نحكي لكمش على الريحة متاعو ياسر بنينة. توا شنو باش نعمل؟ خديت هنا معون يكون كبير شوية وباش نصفي أكل العصير متاعي الكل باش نضمن إنه ما فماش حتى قشرة ولا حتى قشور ولا أي حاجة طاحت فيه، باش يكون العصير متاعي صافي 100%. وهذايا توا العصير متاعي ما شاء الله كيما قلت لكم بالحق يطيح لكم كمية وفيرة على الاخر. شنو باش نعمل توا؟ انا ما نحبوش يكون خاطر برشا يعني عقد، باش نكمل نضيفله إيترا متاع ماء. راهو بالنسبة لكم نتوما حسب رغبتكم، تحبوا تخليوه عاقد، تحبوا تزيدوا الماء، تحبوا تعملوا اللي تحبوا عليه نتوما، كل واحد وشنو هو يعمل. باش نكمل نضيف عليه السكر، بالطبيعة أنا حطيت السكر وقعدت نحرك فيه، معناها وقت اللي يذوب السكر هاو كنذوق كاين مازال يستحق السكر هاو كان نزيد السكر. وحطيت مغرفة كبيرة متاع سكر فاني وخلطته وحطيته في الدبابز، ما شاء الله كل في الكل طيحت لي 5 إترات. وهذايا توا العصير متاعنا بعد ما كملت صبيته في الدبابز. إن شاء الله يا ربي نكون قدمت لكم إضافة وبسلامة.